شايفين بقى الغسالة الحلوة ديت؟ تعالوا بقى عشان ايه نعيش بقى اليوم كده سوا، وارجعكم بقى كده اليوم من ايام زمان بقى، من ايام الغسالة بقى بتاع ام وست وستك كده وسيبك بقى من الاوتوماتيك ديت. الاوتوماتيك موجودة صحيح، هي حلوة وكل حاجة ومفيش استغنى عنها، وبتنضف في الهدوم التقيلة والدفايات صحيح وكل حاجة. بس الغسالة العادية ديت طبعا مفيش زيها ومفيش احسن منها، وموفرة جدا جدا، بتوفرلك في الكهرباء وبتوفرلك في كل حاجة. يعني لو قدامك كده سباتين غسيل تغسلوهم كده بمجرد ساعة وبكمية قليلة خالص من الاريا اللي بتستعمليه. يلا بقى كده يخش معايا الفيديو بقى لو عايزه تعرفي بقى وتتابعي كده وتشوفي الغساله الجميله ديت اللي كانت بتيجي تشتكي لنا كده واحنا قاعدين قدام التلفزيون، ارحموني بقى حرام عليكم، تعالوا طفوني، تعالوا بقى عشان نغسل فيها النهارده واوريكم يومنا بيمشي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ ورجعنا بقى مع بعض كده في فيديو جديد. ما صورتش بقى معاكم كده من زمان، معلش عشان تليفوني كان بايظ شويه على ما بدات كده اصلحه. عايزين نسمي الله كده ونصلي على الرسول، واذكر الله كده الا بذكر الله تطمئن القلوب. بقى انا دي علب الخزين بتاعتي بتاع المكرونه والحاجات كانت فضيت كده معايا بالمره، قلت مش هشطفها اغسلها بالمره كده وانا وانا بغسل المواعين. ادوهم بقى كده تشطيفه حلوه عشان اسيبهم ينشفوا كده تاني برضو براحتكم، على ما اجي اعبي الحاجه فيها تبقى الحاجه بتاعتي نضيفه. اول باول كده العلب اللي بتفضى كل فتره كده باخدها ايه اغسلها عشان ما ارجعش اعبي عليها تاني. على ما نشوف هنعمل ايه كده ونخلص اللي ورانا تكون العلب بتاعتنا نشفت، نرجع بقى نعبي فيها المكرونه والعصفور بتاعنا والحاجات اللي بنخزنها فيها. ثواني كده احطهم بقى كده يسيحوا. ومعايا بقى ايه السمك دوت، هبدأ بقى كده اغسله. السمك ده كده هشيله علشان انضفه وافتح قلبه عشان ده هقليه، والباقي ده هشويه. انا طبعا بحب اغسله كده بشويه دقيق بيخش الزفاره بتاعته برده بيخليه مهما كان حلو كده. اغسله بقى كده واظبطه بالدقيق وارجع لكم تاني. السمك بقى اللي انا هقليه برده كده هبدا برده كده انضفه وافتح قلبه عشان يبقى جاهز معايا، على ما ارجع اوضب التتبيله تكون كل حاجه جهزت ويايا، عشان اليوم النهارده معانا كده ايه طويل وفي حاجات كتيره عشان ننجز وقت. بفتحه بقى كده الاول كله، وفي ظهر المقص بقى ايه برجع تاني اشيل القشر اللي عليه. ظهر المقص برضو بشيل بقى ايه القشر اللي عليه كده. يلا هخلص بقى اللي معايا دولت وارجع لكم تاني. هنغسل بقى شويه الرز، وانا نسيت السمك بقى نقعته اهوت على ما اغسل الرز باين. انا كده خلصت كل حاجه جنبي، واوضب بقى الخلطه يكون الرز بتاعي نقع شويه وارجع تاني ايه. انا بقى كده سبت الرز اهوت بقى خلاص خلصته. هتدور بقى على تتبيله السمك. معايا دي معلقه كزبره، ومعايا بقى قرن فلفل كده حلو كده حامي اخضر، ومعايا توم، ومعايا بقى دوت ايه الدون شبت، وعود كرفس كده بيخلي تتبيله السمك معاكي ديت بتبقى جميله قوي قوي كده وحلوه. وهحط طبعا بقى معلقه من الفلفل الاحمر اللي احنا عاملينه سوا مفرزينه وعينينه في الفريزر، واجيب بقى معلقه كمون، وشويه شطه، مش نكتر في الشطه كده. خلاص كده بقى امسكهم بقى كده بشويه ميه كده صغيرين. هجيب برضو كده ليمونه، وجبت برضو كده بقى ايه ليمونه اهيت، هفرمهم بقى في الخلاط وارجع لكم تاني. الخلطه بقى اهيت بعد ما فرمتها في الخلاط، عود الشبت وعود الكزبره اللي بيتحط لها او بقدونس اللي موجود عندك بيخلي الخلطه بتاع السمك دي في حته تانية خالص، بيخلي الحته حلوه كده وطعمها حلو معاكي. يلا بقى اعمل حبه الرز ونشوف يومنا هيمشي ازاي مع بعض.
يلا بقى انا خلصت الرز اهوت، عملته بقى ووضبته ونقلته على عين خالص ووطيت عليه بقى يتردد براحته. وتعالوا بقى نكمل الغسيل بتاعنا. شايفين بقى الغسالة اللهلوبة بتاعتنا بقى دي بتنجزني في الغسيل، خاصة بقى لو عندك اطفال وبيوسخوا هدومهم كده على طول. الغسالة دي بتطلع هدومهم بقى من غير ما تنقع، من غير اي حاجة. يا دوبك كده الحاجة اللي بتحطها الام بتاعك بقى والخلطة اللي بتوضبها في الغسالة بتبقى جميلة. وبرضك ما الغسالة ديت انا بستعملها برضك، ممكن برضك ايه تطلعي من هنا وتاخدي في الغسالة ديت بتشطفلك وتعصلك الهدوم بتطلعها لك ناشفة. يعني مثلا على البرنامج انا باجي بقى هنا عند حرف الجي دوت، واروح حاطه الهدوم بتقعد لي بالظبط كده ما بتكملش 10 دقايق بتطلع لي الهدوم بتاعتي ناشفه وحلوه خالص، اكنك غساله في الاوتوماتيك بتطلع ناشفه بقى وكويسه، بتاخدها تنشروها على طول. لو انا ايه حابه اغسل يعني في العاديه وكده باخد منها احط في الاوتوماتيك بتطلع لي الهدوم فله شمعه منوره وناشفه على طول، يا دوبك تنشري وبتخلصي برضك على طول. ما انا شركناها، انا بستعملها في الدفايات، في فرش الانتريهات اللي بغسله الكسوه بتاعته، في الستاير، في المفروشات التقيله، في الجواكت في ايام الشتاء. هي حلوه ما قلتش عليها حاجه، بس طبعا الغساله ديت الحلوه دي بتاع ايام زمان كده مفيش احسن منها طبعا. شايفين بقى الغسيل كده والام كده بحب انا قوي، بحب بصراحه اليوم اللي بغسل في الغساله ديت بحبها او بحب الغسيل فيها. البطاطا برضو ايه هنغسلها كده ونشويها، والسمك نزلناه نشويه. حماتي طبعا خدته تشوهولي، ربنا يخليها ويديها الصحه وطول العمر كده، ادعوا لها دعوه حلوه. والبطاطا برضو هبعتها لها هي تتشوي، عشان اقول لكم يومنا كان مليان النهارده حاجات كتيره خالص. سبع كده معايا عشان تشوفي الحاجات اللي معانا النهارده. يلا بقى، وهنا كنت خلاص كده خلصت السمك وقليته، هبدأ بقى كده ايه اطلعه. كده بقى انا خلصت الغدا وطلعت بقى طبعا لفت اهوت من اللي انا مخليلاه وحاطه فيه كروم، ودوت الخيار اللي انا مخليلاه برضو حلوه قوي. ودي السلطه، معلش الاضاءه بس هي اللي مش بايظه شويه عندي معلش. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني وارجع لكم نتغدى بقى واشوف هكمل ايه تاني معاكم. وهنا بقى كده كنت خلاص قربت بقى اخلص غسيل وكل حاجه خلصت، الغدا خلص والغسيل خلاص قرب يخلص اهوت معايا. هنا بقى كده خلاص كنا خلصنا غدا بقى، ومع شويه اللفت دمت هحطهم بقى هنا. غسلتهم بقى طبعا كده ايه وضبطهم، هحطهم بقى كده الاخرين. وخلصنا غسيل بقى وخلصنا كل حاجتنا. شويه اللفت دول بقى هما اللي كانوا فاضلين هعبيهم بقى. ويا ريت بقى لو اول مره بتشوفينا لايك بقى وسبسكرايب للقناه. احنا هنا بنعمل حاجات سهله وبسيطه، لو حابه تتعلمي حاجات مش مكلفه خالص. خلاص كده بقى خلصتهم. احط برضو ايه الشويه اللي انا شلتهم دولت اهمت على الوش. خلاص بقى اقفله كده واركن عليه. وكده برضو البطاطا اللي كنت عاملاها اتشوت اهيت. وكده خلاص يومنا خلص بقى كده. عايزه بقى منكم احلى لايك بقى لو الفيديو عجبكم بقى النهارده يلا بقى اتفضلوا اشربوا بقى معانا الشاي، احلى متابعين في الدنيا كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا اللايك.